اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لما إنسان يغلط في حقك أو يأذيك وتبدأ تبعد عنه بهدوء من غير ما ترد الأذية، هتلاقيه بيعمل حركات غريبة جدا. هتلاقيه متخبط، مش مصدق إنك عملت كده، مشيت خالص بدون ما تردله الأذية. فبيبدأ يحاول يكلم كل اللي حواليك ويشوه صورتك في عينيهم، ظنا منه انك بتعمل المثل، مستني حد يقوله ايوه ده اتكلم عليك علشان يبرر لنفسه انك شخص سيء. هيجري على اللي بيكرهوك واللي ما بيطقوكش، يصاحبهم علشان يدوله احساس الامان انه مش لوحده، وان معاه ناس تانية بتسنده وهتدعمه في مشاعره السلبية ناحيتك. هتلاقيه في صراع دايم بيحاول يثبت للناس انه مش وحش، لانه معتقد انك هتعرف الناس حقيقته. ما يعرفش ان ولاد الاصول بعدهم صمت واجتنابهم لا فيه خروج اسرار ولا شتيمة في الظهر. اللي غلط في حقك دايما هيفهم كل كلامك عليه، وهيفهم انك ليل ونهار بتلقح عليه، وهدوءك تخطيط ومكر، وسلامك النفسي تظاهر. حتى حب الناس ليك هيوجعه وهيحاول يبعدهم عنك برضه، علشان عقله الباطن يدخل في حالة الارتياح انه مش لوحده اللي بعيد عنك. للأسف أفعاله بتكون ملحوظة من كل اللي حواليه، وبيسيء لنفسه قبل ما يسيء إليك. وصلى على الحبيب قلبك يسيب.